الرحمة والمغفرة. وقد قررت قبول استقالة وزير النقل والمواصلات وكذلك رئيس هيئة السكك الحديدية، واتخاذ كافة الإجراءات من قبل الجهات التنفيذية المختلفة لتعويض أسر الضحايا والمصابين والتواصل معهم وتذليل كل العقبات واستمرار المواساة لهم جميعا. وأيضا قررت تحويل المسؤولين عن الحادث إلى النيابة العامة وسرعة الإنجاز في اكتشاف ومعرفة سبب هذا الحادث الأليم. وأيضا فقد قررت تحويل كل المسؤولين عن هذا الحادث للنيابة العامة لإجراء التحقيقات السريعة لبيان المسؤول أو المسؤولين عن هذا الحادث الأليم. هذه الحادثة سوف يحاسب من كان السبب فيها، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يرحم الضحايا وأن يمن برحمته وشفائه على المصابين، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.